السلام عليكم حبايب قلبي، شلونكم وشلون صحتكم؟ ان شاء الله بخير. وياكم اخوكم عمار من قناة منوعة تيوب. اليوم جبت لكم قصة مرعبة مرة وحقيقية طبعا. راح اسولف لكم القصة. قصة جن الحمام. حيث يقول الراوي: لم يكن في الشارع سوانا في ذلك المساء، وكان في هذا الوقت شديد البرودة، فقد كنا 4 أصدقاء مجتمعين حول موقد نار صغير، وكان وقود ذلك النار بعض الأوراق وسعف النخيل. تظللنا تحت شرفة كبيرة مطلة على الشارع، وكان الجو شديد البرودة، وكان الهواء ثقيلا مشبعا بالرطوبة، وكانت السماء ملبدة بالغيوم السوداء، وكان هناك مطر بسيط جدا، وكان هناك برق ورعد. ماذا كنا نفعل في الشارع في تلك اللحظة لا أدري، ولكن كنا نرغب في أن نأخذ حريتنا ونفعل أشياء بعيد عن تحكمات الأهل، وكنا نريد أن نشرب سجاير بعيدا عن أنظار الأهل. ففي ذلك الوقت قبل عقدين من هذا الزمان لم تكن أدوات الرفيه الترفيه قصده، ولا أماكن ترفيه كثيرة، فلم يكن هناك حاسوب ولا موبايل ولا قنوات فضائية، فكان الشارع هو المكان الوحيد الأكثر الشعبية للأولاد. وقضينا عدة ليالي في الشارع، ولكن هذه الليلة لها حادث خاص فقد علقت بذهني وحتى يومنا هذا، وليس فقط لأنها مخيفة ولا لأنها كانت شديدة البرودة، ولكن بسبب الحديث الذي طرقناه حوله، وهو حديث يعكس معتقدات كثير من الناس حول الجن والبيوت المسكونة. فقال أحدهم: حدث هذا القصة مع أمي عندما أنجبت أمي أختي الصغيرة آخر العنقود، فقد شعرت بالتعب بعد 4 أيام من الولادة، وأصبح المنزل في حالة غريبة لم يعد كما في السابق. فمر أن فجر مصباح الحمام وحده بدون أن يدخل أحد الحمام، وقالت أمي عندما كانت تدخل الحمام تشعر بأن أحد معها وتسمع أصوات غريبة. وفي إحدى المرات كنا نلعب أنا وأخواتي، ثم سمعنا صوت لعب وهرج، يعني صوت وصيح مثل ما يقولون داخل الحمام. فأسرعنا بإغلاق الباب الحمام وذهبنا لإخبار أمي بما حدث. ولما جاءت أمي لتسمع الأصوات رأت الباب الحمام مفتوح، والعياذ بالله. على الآخر والسؤال هنا: لماذا أغلب الحمامات مسكونة؟ لماذا يختار الحمام عند باقي حجرات المنزل؟ والإجابة على هذا السؤال: لأن الحمام المكان الوحيد الذي لا يذكر اسم الله فيه. تنبيه: أنا لم أرى هذا جنيا طيلة حياتي، ولم أعلم يقينا مقدار صحة وحقيقة هذه الحكايات، ولكن أنا سمعتها فعلا من أقاربي وآخرين من القصص التي سمعتها عن الجن من أصدقائي الذين زعموا بأنها حقيقية وليست من الخيال. المؤلف هنا يأتي دورك أيها القارئ، فلك الخيار تصديق أو تكذيب هذه القصة.